في زحمة الحياة وضغوطها دايما موجود نور ما بينطفيش، سكينة وهدوء وراحة مستحيل تلاقيهم في أي حاجة تانية. كلمة واحدة تريح قلبك، تفتح لك أبواب الخير، تمسح همومك وتجبر بخاطرك، كلمة فيها بركة ونور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تعالوا نسمع إيه اللي حصل مع عم سعد. أنا ميرفت الداوودي وده بودكاست قطوفها دانية. عم سعد راجل فقير وغلبان وعلى قد حاله، كل اللي أخده من سعادة وحظ في الدنيا هو إن اسمه سعد. حياته كانت مليانة هموم، كل ما بيشتغل في شغلانة بيفشل، كل ما يحاول يلاقي باب رزق يتقفل في وشه. وفي يوم وهو قاعد في المسجد بعد الصلاة سمع الإمام بيقول حديث عن فضل الصلاة على النبي. خرج من المسجد وقال لنفسه هجرب، أكيد مش هخسر قد اللي خسرته في حياتي. وبدأ يداوم كل يوم على الصلاة على النبي في كل وقت، وهو ماشي وهو شغال وهو راكب في المواصلات. وبعد أسابيع الأمور بدأت تتغير، جاله رزق ما كانش متوقعه، وبدأ يحس براحة وسكينة لأول مرة في حياته. افتكر وقتها الحديث اللي سمعه وفهم إن الصلاة على النبي مفتاح للفرج والبركة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارف لما تحس إن الدنيا مقفلة معاك أو عندك دعوة بتتمنى إنها تتحقق؟ السر في الصلاة على النبي. دي مش مجرد كلمات بتقولها، ده سر من أسرار تفريج الهموم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. ابدأ من النهاردة، داوم على الصلاة على النبي، خلي لسانك دايما رطب بذكر الحبيب، وصلي على الحبيب قلبك يطيب. واستناكوا بكرة في حلقة جديدة، وكل يوم هناخد من الخير حبة وقطوفها دانية.